السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم سارة. جبت لكم قصة واقعية وقعت في مدينة فاس سنة 2020. قصة ديال الولد في زنقة ديال المرابطين في المدينة القديمة، الدار اللي كلشي كان كيهرب منها، والليلة غادي نحكي لكم علاش، والنهاية ديالها ما غاديش تصدقوها. بقاو معايا حتى الاخر. واحد النهار كان واحد الولد سميتو مروان جا لفاس باش يقرا في الجامعة، وكان كيقلب باش يكري بيت. السمسار وراه واحد الدار قديمة في الزنقة ديال المرابطين. السمسار قال ليه كاين 3 ديال البيوت ب800 درهم للشهر. مروان تعجب بزاف وقال مع راسو مستحيل هاد الثمن في المدينة القديمة. سول السمسار علاش، والسمسار ما قال ليه والو، وقال ليه غير رخيصة وصافي. مروان ما سولش بزاف وكراها، وهنا كانت الغلطة الكبيرة. اول ليلة نعس فيها فاق مع 3 ديال الصباح على صوت بحال شي واحد كيجر الماريو ديال البيت نعاس الفوق. طلع ما لقى والو ولقى الماريو في بلاصتو. في ديك الليلة بالضبط بداو الحوايج كيتخسروا، الضو كيشعل ويطفى بوحدو، كيسمع صوت مرا كتبكي السطح، الماء كيتحل في الطوايط فجأة. وكل ليلة مع 3 ديال الصباح بالضبط كيسمع دقة قوية في الحيط ديال بيتو، بحال شي واحد محبوس لداخل وكيطلب النجدة. مروان ما بقاش كينعس وجاب صاحبو الامام ديال الجامع باش يقرا القران في الدار. منين بدا الامام كيقرا سوره البقره، الدقه اللي في الحيط ولات قويه بزاف حتى تهرس الحيط وتشق. ورا الشق لقاو باب صغير بزز باش حلوه. الريحه اللي خرجت من ديك البلاصه كانت ديال الموت. لقاو فحال صندوق صغير فيه هيكل عظمي ديال المراه لابسه قفطان قديم، وحدها ورقه مكتوبه فيها سمحي لي يما وحبسيني هنا باش ناخد الورد بوحدي. هادي كانت بنت مولات الدار اصليه، حبسها خوها حيه في الحيط باش يورث الدار بوحدو، والروح ديالها بقات حيه ومحبوسه وكتستنى شكون يجي باش يحررها. مروان عيط للبوليس وجاو حفروا وخرجوا الهيكل ودفنوه مقبره شرعيه. ومن ديك النهار الدقه تحبسوا، البكا حبس، الدار ولات هادئه. من اغرب حاجه وقعت هي الجاره العمياء منين عرفت بالخبر بكات وقالت دابا يمكن لي نموت مرتاحه. وفعلا ماتت في ديك الليله. الناس اللي ساكنين في ديك الزنقة كيقولوا ان العمياء كانت هي الام ديك البنت اللي كانت محبوسة، وكانت كتستنى 40 عام باش شي واحد يكتشف الجريمة ويحرر بنتها. كانت عارفة كل شي ولكن ما قدرش تهدر، حيت كانت خايفة على ولدها القاتل اللي مات شحال هادي. مروان رحل من ديك الدار، ولكن لحد اليوم السمسارة فاس منين كيبغيو يكريو الدار كيقولوا راها مسكونة. وانتينا اخويا ولا اختي، الا شي نهار تعرضات عليك دار رخيصة بزاف سول عاد كريها. وهنا كتكون سالات القصة ديالنا. اذا عجبتك القصة خلي لايك وابوني، وكتبولي في التعليق واش عجبتكم القصة باش تشجعوني ننزلكم قصص جداد. سلام عليكم.